وأما العرب المستعربة فأصل جدهم الأعلى وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو من بلاد العراق، من مدينة يقال لها آر، على الشاطئ الغربي من نهر الفرات بالقرب من الكوفة. وقد جاءت الحفريات التي قام بها علماء الآثار بتفاصيل واسعة عن هذه المدينة وعن أسرة إبراهيم عليه السلام، وكذلك عن ديانتهم وأمورهم الاجتماعية في تلك البلاد. ومعلوم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر من آر إلى حران، ومنها إلى فلسطين، واتخذ فلسطين قاعدة لبعثته ودعوته، وكانت له جولات في أرجائها وسفرات في غيرها من البلاد. وفي إحدى هذه السفرات وصل سيدنا إبراهيم إلى مصر، وكان فيها ملك جبار ظالم، وكانت معه زوجته سارة وهي بنت عمه، وكانت من أجمل النساء. فأراد ذلك الجبار أن يكيد بها وأن يراودها عن نفسه، ولكن الله عز وجل